البلد يعيش مأساة. نحن بلبنان خلينا نكون واضحين، السلطة للشيعة. بدك ترحم أولادك، اعرف مرضك وين. مرضك اللي فوتك بدهليز الحرب في كل مكان. حروب في وجه من هذه الحروب؟ لمصلحة من هذه الحروب؟ اليوم نحن عم نقاتل بتركيا، عم نقاتل بحلب بخدمة الروس والأمريكان. بعد في حدا عنده أدنى شك أن تحالف أمريكي روسي لقتل المسلمين وأطفالهم ونسائهم وهدم بيوتهم في سوريا؟ بعد في حدا عنده أدنى شك؟ نحن في خدمة من؟ في خدمة الأمريكي. نحن ندعي شيعة آل محمد. نحن في خدمة الروسي ضد كل طفل مسلم. نحن عملاء، نحن أدنى مستوى من العمالة. يا إخواني، للإنصاف أريد أن أخاطب كل من يسمعني. الأمة الإسلامية تتعرض لحرب، لعدوان غربي شرس بدون مبرر. أنهم يحاربون الإرهاب والله أنهم يكذبون. هم صنعوا هذا الإرهاب فقط ليحاربون باسمه. هم صنعوا هذا الإرهاب لينهبوا بلادنا باسمه، ليقتلوا أطفالنا باسمه. حلب اليوم تدمر كبرلين. الطائرات لا تغيب عن سمائها، يقصف أطفالها ليلا نهارا. الطيران الأمريكي والطيران الروسي متحالفان على أطفال المسلمين. هذه الحقيقة. إذا كان في شريف، إذا كان في واحد يؤمن أن لا إله إلا الله، فليتب، ليعود عن غيه، ليرجع إلى ربه. لا يكون أداة في يد الأمريكيين والروس، لا يكون خائنا لأهله، لا يكون عدوا لأطفال المسلمين، لا يكون عدوا للقرآن ولنبيه. من يكون مع هؤلاء إن كانوا أمريكان أو روس، أقسم لكم بالله عدو يدمر بلادنا في خدمة الآخرين. ليش الأمريكي والروسي بده يدمرونا؟ ليش؟ يا أخي فهمنا، بغض النظر فهمنا في داعش. طيب هذا الأطفال هون شو في؟ طيب إذا كانت هاي الدول عن صحيح عم تفكر، المفترض تحل المشكلة. ما عم تقولوا ديمقراطية، طيب وقفوا العالم عن بعضها، قولوا ممنوع القتال، واعطوه فرصة، واعملوا انتخابات، واللي بيجي رئيس أهلا وسهلا، خلي الشعب يقرر. ليش ممنوع؟ بدكن حاكم قد الصباط تبعكم. بدكن حاكم مثل حاكم بغداد، حرامي، يمزق، يقتل، ينهب ويعطيكم وانتم عايشين. ما بكن حكام لإلنا هيك. ولهذا حاكم مثل أردوغان تعملوا عليه انقلاب. في كلام شعبي منتشر جدا انه كانوا مجهزين طيارات فيها دولارات بالمليارات، وفيها ايضا سبائك ذهبية، على اساس اذا كمشوا او قتلوا لاردوغان بيجي يقولوا كاين هربين وكمشنيه ليكو سرق البلد وفيلل. قام هو شيلهم واخذهم على خزنة الدولة. هلا المصاري منين جاية؟ بعضهم عم يشير الى بعض الدول العربية. ما بدهم حكام اشراف. لا، بسوريا ممنوع يكون حاكم شريف، لازم يكون حاكم جاي من تحت الصباط الامريكي، هيك بصراحة. وبليبيا نفس الشيء، بمصر مثل اسمها مصر. بدك تركض لعند الروسي تصير خادم لإله، بدك تركض لعند الامريكي تصير خادم لإله، ثم بالتالي كلكم تتآمروا على الرجل وبتدكوه بالحبس، قالوا صار مجرم، بتجيبوا ضابط اسرائيلي 100% ليحكم مصر، تنبسطوا كلكم. هلا ما حدا يقول لي لا نحن كنا ضد مرسي. كنتوا ضد مرسي وكنتوا شركاء في الانقلاب عليه، وطبلتوا وفرحتوا كتير وقت اللي دكوه بالحبس، وهلا كنتوا فرحانين لو اردوغان كان راح على الحبس او على الموت او على المقبرة. لحتى كل المنطقة تصير العراق وتصير ليبيا وتصير سوريا وتصير كل هالمنطقة هاي. والفساد في العراق أشد وأخطر وأخوف وأعظم من الحرب الأهلية الدائرة فيه. وبالمناسبة أن
يعني التيار الديني الشيعي حاكم، عمايم، جبهات محروقة من كثرة السجود. هؤلاء الذين يتحدثون عن مظلومية أهل البيت، وأن الإمام الحسين خرج للدفاع عن جده خرج للوقوف في وجه الظلمة والمجرمين واللصوص، وأن علي بن أبي طالب كذا، وأن السجاد كذا. لا، بالتأكيد على نحو القطع واليقين لم يشهد لا تاريخ بني العباس ولا تاريخ بني أمية ولا تاريخ بني عثمان أسوأ وأحقر من هؤلاء الحكام. وإذا كان الإمام الحسين قال طاب الموت واستشهد دفاعا عن المسلمين في وجه حكم ظالم كحكم يزيد لا زال أقل منكم شرا وفسادا بكثير. عش الفساد الأمريكي، هكذا الأمريكيين يريدون. الحقيقة نحن باسم التشيع وباسم التسنن نسكت عن كل الآثام، نسكت عن كل الجرائم، نرتكب كل الحماقات، ندمر بلادنا، نقدمها سائغة لكل كلاب الأرض فقط لأنه أنا شيعي وأنت سني. نحن نعرف أفسد من عليها أفسد نظام، أحقر نظام، أشنع نظام هو النظام. طبعا يعني لا تقول بأن العراقيين ما فيهم رجال وما فيهم كرامات وما فيهم أمانات، لا، بس الأمريكي في بلادنا يريد أن يكون الحكام هكذا.